كان هناك حديث عن أن إسرائيل تبني أو تنوي بناء قاعدة لصناعة طائرات مسيرة بدرون انتحارية سويسيدار في المغرب. يعني هل هذا الموضوع يقلق الجزائر؟ ما يقلقنا حتى شيء، وهذا شيء جديد قديم. سي با دوجوردوي سادير. إذا رئيس التوترات الأخيرة بين الجزائر والمغرب، احنا المهم صراحة بعبارة شعبية، اللي يحوس علينا يلقانا. سلوي كي نو شيرش نو تروف، نو نشيرشون بيرسون. احنا نعرفوا قيمة الحروب. أنا نهضرك على ملايين شهداء. احنا شعب مقاوم ونعرف قيمة الحرب ونعرف قيمة البارود. سمعت؟ من ما مشى حتى لتوارق ولا الحراكة باش ما يقولوش نسيت. سمعت؟ هذاك علاش ما نبغيش الحرب، نحبوا السلم. أنا نقول لك المستعمرة الوحيدة اللي دامت فيها المقاومة 70 سنة. 70 سنة. Quand ils ont fêté le centenaire de la colonisation, ça leur faisait quelques années برك اللي حبس الحرب. إذا ما نحوسوا اون شيرش بيرسون، بصح اللي يحوس علينا راه يبدا هو والله ما تنتهي. ونقسم بالله كرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما نتعدى على حد. اللي تعدى علينا يندم على النهار اللي زاد فيه، لأن احنا ما نحبسوش. سكلار. السيد رئيس التوترات بين الجزائر والمغرب شهدت ما يسمى بوساطة من بعض الدول وبعض الشخصيات البارزة. ما تعليقكم على هذه الوساطة؟ ما نقبل حتى وساطة. قبلنا حتى وساطة. ووزير الخارجية لما مشى الاجتماع تاع رؤساء الخارجية تاع الجامعة العربية، كان ترأسها إنسان طيب جدا ونحترموه، وزير الخارجية الكويتي. في البداية قال هذه النقطة لا تدرج في جدول الأعمال. ما تساويش بين الجلاد والضحية، بين المعتدي والمعتدى عليه. احنا ماناش غالطين، احنا كان رد فعل وقعت فيه امور من المفروض ما تكونش، ولكن مش احنا السبب. احنا عمرنا ولا تلفظنا بشيء اللي يمس الوحدة الترابية المغربية، رغم ان فيه سوابق تاريخية، لكن احنا ما عمرنا ولا استغلينا الكسمة. كانت فيه ظروف، الجماعة تعدوا علينا في 63، احنا ما عندناش حتى جيش. مازال المجاهدين نازلين من الجبال ونازلين كذا، في التعداد نتاع الشهداء نتاعنا والمجاريح وكذا. يجي هاجم عليا بالقوات الخاصة والدبابات والهليكوبتر باش يدير لي طرف من ترابي. واش هذه الفكرة التوسعية هذه نتاع اللي شافوها نتاعهم واللي سمعوا بها عندهم فيها النص. ماش تصرفات، ماهوش جوار هذا، ماهوش. وزيد والناس تعرف الارهابيين في ذاك الوقت كل ساكنين في دي فيلا في اكادير، وعطينهم حراس وعطينهم دراهم وعطينهم باسبور دبلوماتيك. اعتداء ما كانش مرحله تفوت عام عامين ما فيش اعتداء علينا وعلى خلاص بركات. سيد الرئيس، طرح في نفس السياق موضوع انبوب الغاز المار عبر المغرب الى اسبانيا. يعني هل الجزائر اتخذت قرار في موضوع عدم تجديد العقد الذي سينتهي نهاية شهر أكتوبر؟ احنا عندنا الأنبوب تاعنا 51% جزائري و49% إسباني، ورانا نمونوا به إسبانيا، وماناش محتاجين الأنبوب القديم لأن ما بقاش. احنا تفاهمنا مع الأصدقاء، يعني نعتبرهم دولة صديقة وصديقة قريبة لنا بزاف إسبانيا، على أساس أن احنا نضمنوا لهم في حال لا قدر الله في حالة ما تكون فيه خلل في اللي يسموه،
احنا البواخر كلها نتاعنا تمشي لاسبانيا تديها لهم غاز مميع. كاين تخوف من طرف اسبانيا سيد الرئيس؟ كاينش تخوف. الجامع هذا راه في عمره 30 سنه، ما يقارب 30 سنه عمره ما كان فيه. علاش بغيت انبوب الجديد يكون فيه؟ كان السيد الرئيس تعيين المهم احنا اسبانيا ما نزيدش نمونها بالجامع خلاص نهائيا. نهائيا. يعني لا يوجد غاز، لن يكون هناك غاز جزائري في المغرب. مازال ما خديناش قرار. العقد اللي بيناتنا حتى ال 31 اكتوبر من تم ربي يدير تاويل. السيد الرئيس كان هناك تعيين ستيفان دي مستورا كمبعوث خاص للأمم المتحدة للصحراء الغربية. يعني هل هذا التعيين سيسرع من يعني من إيجاد حل سياسي للنزاع في الصحراء الغربية؟ دي مستورا احنا أول ما نطقوا باسمه هذه راه عندها شهور احنا رحبنا به، كانوا رافضينه هما راهم قبلوه، ونتمنى له التوفيق في المهمة نتاعو. فيش الأمم المتحدة مطالبة باش تلعب الدور نتاعها. ملف الصحراء الغربية موجود على مستوى لجنة تصفية الاستعمار. حتى الولايات المتحدة رحبوا بدي مستورا ورحبوا معناه باللي المشكل راه مطروح. قضية الصحراء الغربية ماهيش في لجنة اجتماعية ولا كذا ولا هذا، في لجنة تصفية الاستعمار. لامينورسو موجودة من أجل هذا الشيء. باقي دروك هما يتستروا وراء دولة أخرى اللي عندها حساب مع الجزائر. وهي معروفة. Est-ce qu'on peut espérer un ralliement d'autres pays africains à la côte sahraoui, Monsieur le Président? L'Afrique est toute pour la décolonisation. Surtout avec le... Il y a des jeux, il y a des enjeux, mais je ne veux pas dire des choses. سيد الرئيس، ننتقل إلى موضوع ليبيا، لأن هناك انتخابات في نهاية السنة، انتخابات عامة، والجزائر سندت هذا المسار. يعني والجزائر كذلك احتضنت يعني قمة دول الجوار وزراء الخارجية. يعني هل لكم أمل أن تنظم هذه الانتخابات في ظل هناك صراعات أو بين عدة قوى في ليبيا؟ يعني بعض يعتقد أن هناك من يريد عرقلة المسار. هو فيه لا يحوس يعرقل بصفة غير معلنة. في عناصر تفرقة موجودة، ولازم الدول العظمى تتداخل يعني بكل شفافية في هذا الموضوع. احنا من البداية من برلين وقبل برلين صرحنا أن عندنا الحل النهائي والشفاف هو الانتخابات. في النهاية أصبحت مطلب تاع الأمم المتحدة.